أشهد عون من الحرس الوطني وأصيب آخر في حصيلة أولية لمواجهات اندلعت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بين مجموعة من الإرهابيين وأعوان من الحرس الوطني بحي الورد بمنطقة شباو التابعة لولاية منوبة. عملية متواصلة إلى حد الساعة تحاول خلالها العناصر الأمنية التفاوض مع الإرهابيين المتحصنين داخل منزل تقوم قوات الأمن بمحاصرته بالحي المذكور لتسليم أنفسهم، وفي انتظار المرور ربما إلى مرحلة أخرى من التعامل مع هذه المجموعة قامت قوات الأمن بإخلاء المنازل المحيطة بالمنزل الذي يتحصن به الإرهابيون حفاظا على سلامة المتساكنين. الأحداث الدائرة في منطقة شباو تؤكد مصادر أمنية وجود علاقة بينها وبين ما شهدته منطقة سوق لحد من ولاية قبلي من أحداث، حيث تؤكد الرواية الرسمية أنه أثناء قيام دورية مشتركة بحملة تفتيش بالمنطقة المذكورة في حدود الساعة 3 فجرا تفطنت إلى وجود سيارة رابضة بمدخل المنطقة من ناحية شط جريد، وبمباغتة الموجودين داخل هذه السيارة دون إطلاق النار تم إيقاف عنصرين خطيرين بحوزتهما سلاحين من نوع كلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة كان ينويان القيام بعملية إرهابية. وأوضحت المصادر الأمنية أن الإرهابيين قام بقتل حارس الليلي لأحدى المؤسسات العمومية بعد أن تفطن إليهما لمنعه من إبلاغ الأمن قبل إلقاء القبض عليهما. في موضوع أمني آخر، أصيب صباح اليوم عسكريان بإصابات خفيفة في انفجار لغم أرضي بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، وفق ما أفاد به المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الانفجار جد أثناء قيام تشكيلة من الجيش الوطني على متن سيارة عسكرية بعملية تمشيط في إطار تكثيف ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتحصنة بمرتفعات الجهة.